اسم فيلمنا النهارده ذا رونج هازباند. وقبل اي حاجه ما تنساش انك تتاكد انك اشتركت في القناه وتعمل لنا لايك وتقول لنا رايك في الفيلم. مزاجك رايق؟ يلا بينا. احداث فيلمنا بتبدا مع زوجين ديريك وميلاني، والاتنين بيكون واضح عليهم انهم زوجين في غايه السعاده. وديريك كان عامل مفاجاه لمراته بمناسبه عيد ميلادها، وبيكون مجمع كل اصحابهم من غير ما هي تعرف. وميلاني بتتفاجئ باصحابها قدامها، وميلاني بتكون بتتكلم مع صاحبتها إلسا، وبنعرف من كلامهم ان ميلاني عندها شركه اساس، وان تاني يوم عندها ميعاد مع مستثمر كبير. وديريك بيكون بيحب ميلاني جدا. وتاني يوم ميلاني وإلسا بيقابلوا المستثمر وبيتفق معاهم على الصفقه. وديريك بيكون متعود على عادات معينه بيعملها مع مراته كل يوم، وبتكون زي نمط يومي زي تحضير الفطار، وبيسيبوا ملاحظات لبعض مين اللي هيكون عليه الدور في تقديم الفطار تاني يوم. ولما بيخرج ديريك علشان يروح شغله بيحقنوا شخص بمخدر وبيخطفه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط بالسلاسل في سرير، وبيشوف قدامه شخص متخفي، ويبدا الشخص ده يتكلم معاه ويعرف ديريك انه يعرف عنه كل حاجه، زي اسم مراته وبيته اللي عايش فيه، وانه بيشتغل في مجال الدعايه، وانه عنده شركه كبيره. وديريك هيحاول انه يصرخ ويطلب المساعده من اي حد ينجده، بس الشخص المتخفي ده بيبلغه انه مهما صرخ محدش هيسمعه، لانه في قابه معزول، وانه مش عايز منه غير انه يحكي له عن كل تفاصيل حياته، وكمان التفاصيل المهمه اللي كانت في حياته من 20 سنه. وديريك بيساله عن سبب اللي بيعمله معاه، وبيبلغه الشخص الغامض ده انه عمل كده لانه ناوي يسرق حياته. والشخص الغامض ده بيظهر لديريك، وبيكون صوره طبق الاصل منه، وبيكون الشخص الغامض ده اسمه أليكس، وبيكون اخو ديريك التوأم. وبيوري أليكس انه كان زارع كاميرات مراقبه جوه بيته علشان يعرف عنه كل حاجه. وديريك هيعرض على أليكس اي فلوس يطلبها مقابل انه يسيبه، بس أليكس بيرفض عرضه، وبيبلغه انه عايزه يفضل محبوس ويشوفه من الكاميرات وهو بياخد حياته منه، وانه هيستولى على كل حاجه يملكها حتى مراته. وبيتصل أليكس على تليفون ميلاني مرات ديريك، وبيبلغها انه مضطر انه يسافر علشان عنده مؤتمر مهم. وأليكس بيهدد ديريك انه لو ما حكالوش كل تفاصيل حياته هيقتل مراته ميلاني، بس ديريك بيكون واثق ان مراته هتكشفه. وأليكس بيبدا فعلا انه يعيش حياه ديريك، وبيكلم ميلاني مراته مكالمه فيديو، بس بتحس ميلاني ان طريقته متغيره شويه في الكلام زي لكنته مثلا. وبيقول لها أليكس انه عايز يغير من نفسه شويه علشان ما تحسش بالملل منه، وانه يبقى متغير باستمرار. وأليكس هيجي له شخص، ويكون الشخص ده جار صاحب المكان اللي خاطف فيه ديريك، بس أليكس هيحس ان الراجل شاكك فيه وفي تصرفاته، فهيقتله على طول بدون ما يتردد. وبعدها أليكس بيروح بيت ديريك وبيقابل ميلاني، وميلاني مش هتحس بالفرق في الاول وهتتعامل معاه على انه ديريك. وديريك بيشوف كل اللي بيحصل قدامه بالكاميرات، وبيكون منهار جدا من اللي شافه، وخصوصا ان في علاقه حصلت ما بين ميلاني وما بين أليكس. وميلاني بتحس انه متغير في افعاله معاها، وكمان بتلاحظ ان في جرح في كتفه، بس أليكس بيعرفها انه جرح بسيط وانها ما تقلقش. وتاني يوم الصبح بتلاحظ ميلاني تغيير النمط اللي كان بيعمله ديريك كل يوم الصبح، وان اليوم ده كان دور ديريك في تحضير الفطار، وانه ما سابش الملاحظه اللي متعودين عليها. وميلاني بتتكلم مع صاحبتها إلسا عن اللي بيحصل معاها ومع جوزها ديريك، وانه مش طبيعي، وان بقالهم سنين متعودين على روتين حياتهم اللي غيروا ديريك فجاه. وبتحس ان نسيانه ده وراه حاجه. وفي اللحظه اللي هم قاعدين بيتكلموا فيها ميلاني بيجي لها بوكيه ورد، وبيكون من جوزها، بس اللي بيحصل ده بيزود الشك عندها، لان جوزها ديريك مش متعود انه يبعت لها ورد غير في المناسبات المهمه، وان تصرفه بالشكل ده اكيد هيكون عايز يخفي حاجه عنها. وميلاني بتشك ان جوزها بيخونها. والمستثمر الجديد بيوصل، وبيكون مستعجل ان هم يوقعوا العقود، وبيكون من الواضح ان يكون في انجذاب ما بين ريموند وإلسا صاحبه ميلاني. ولما هتحس ميلاني ان صاحبتها هي كمان معجبه بريموند، هتفكر ميلاني مع إلسا على فكره، وانهم يعزموا ريموند عندهم في البيت علشان تقدر إلسا انها تقرب منه. وأليكس هو في البيت هيتفاجئ بوجود شريكه في الشركه ديل، وكان المفروض ان هم يروحوا نادي الجولف مع بعض، بس أليكس هيكون مش عارف حاجه عن الموضوع، وهيبان عليه التوتر. وديل هيحس بارتباك أليكس، وساعتها أليكس هيضربه بمضرب الجولف ويقضي عليه. وبعدها أليكس بيكون مجهز لميلاني عشاء رومانسي، وبتستغربه ميلاني جدا، وتبلغه ان علاقتهم ببعض قويه، وانهم مش محتاجين الحاجات دي لتجديد حبهم، لانهم فعلا بيحبوا بعض، وانها مستغربه افعاله وطريقه لبسه الجديده. بس أليكس بيقول لها انه بيعمل كده علشان عايز يعيش حياه جديده معاها، وانه ينسى حياته اللي فاتت كلها. بس ميلاني بتكون متمسكه جدا بذكرياتهم سوا وماضيهم مع بعض. وبعدها ميلاني بتبلغ أليكس بميعاد العشاء اللي هيكون معزوم فيه إلسا صاحبتها وريموند. وفي يوم العشاء ريموند بيسال أليكس عن ميلاني وعن علاقتهم ببعض وازاي اتعرفوا على بعض، بس بيكون أليكس مش عارف التفاصيل المهمه دي اللي كانت في حياتهم. وميلاني بقت تلاحظ ان جوزها في حاجات كتير مش عارفها. وبعدها ميلاني بتروح المطبخ، وأليكس بيروح وراها علشان يساعدها، بس بتستغرب ميلاني ان أليكس مش عارف مكان الحاجه اللي طلبتها منه. وفي الوقت ده ديريك بيكون عرف انه يحل نفسه من السلاسل اللي مربوط فيها. وميلاني بتسال أليكس وبتستغرب انه ازاي ما عرفش انه يجاوب على ريموند لما سالوا عن تفاصيل علاقتهم ببعض. بس أليكس بيتحجج لميلاني وبيقول لها انه من ساعه ما رجع من السفر وهو حاسس بارهاق، وان السفر مأثر عليه وعلى تركيزه. ووعد ميلاني انه مش هينسى حاجه بعد كده. وبعدها أليكس هيروح المكان اللي خاطف فيه ديريك، واول ما هيدخل
بيدخل هيحاول ديريك انه يهجم عليه، بس أليكس بيكون عارف انه فك نفسه لانه شايفه في الكاميرات طول الوقت. وبعدها أليكس بيتفاجئ ان في شغل مطلوب منه في الشركه وانه مطلوب انه يخلصه بسرعه. وبعدها أليكس بيروح لديريك وبيضربه وبيقول له انه كان قاصد انه يكشفه ويطلب منه انه يخلص الشغل المطلوب منه. وبيهدده أليكس ان ممكن يقتل ميلاني لو ما نفذش اللي طلبه. وميلاني لما بيتاخر عليها جوزها بتتصل على بيت شريكه ديل علشان كانت فاكره انه معاه، بس مرات ديل بتعرفها ان ديل مختفي من يومين وانها ما تعرفش عنه حاجه. وتاني يوم ميلاني بتتكلم مع إلسا صاحبتها عن كل اللي بيحصل معاها وان جوزها بقى يكذب كتير وانها متاكده انه بيخونها. وبتطلب ميلاني من إلسا انها تراقبه. وبعدها إلسا فعلا بتراقب أليكس وهي بتراقبه هتسمعه وهو بيتكلم في التليفون مع شخص عن جثه بيحاولوا ان هم يخفوها. وإلسا بتعرف ميلاني باللي عرفته عن طريق رساله هتبعتها لها. ولما إلسا بتخرج من الكافيه بتتفاجئ بأليكس وراها وبيهددها بالمسدس اللي معاه وبيخطفها هي كمان وبياخدها على المكان اللي محبوس فيه ديريك. وساعتها هتتفاجئ إلسا ان هم توأم وبيربطها أليكس مع ديريك. وبعدها ميلاني بتسمع الرساله اللي كانت بعتها إلسا ليها. وبعدها ميلاني بتدخل مكتب جوزها علشان تدور فيه على اي حاجه ممكن تلاقيها. وفعلا بتلاقي ملف وبتعرف حقيقه أليكس وبتعرف ان جوزها ليه اخ توأم. وساعتها ديريك بيحكي لإلسا عن حقيقه اخوه وانهم بعد موت ابوهم وامهم متربوا في ملجأ وان أليكس طول عمره شخص خطير جدا وعدواني وانه صعب السيطره على افعاله. وبعدها ميلاني هتبدا انها تتعامل بذكاء مع أليكس لما عرفت واتاكدت ان اخو جوزها التوأم، وكانت حريصه انها ما تبينش انها عرفت الحقيقه علشان ما يعملش حاجه في جوزها ديريك. وبعدها ميلاني هتكلم صاحبتها إلسا بس مش بترد عليها فبتقلق عليها وبتروح تشوفها في بيتها وبيكون معاها ريموند. وميلاني بتكون عرفت ريموند الحقيقه اللي عرفتها وان الشخص اللي عايش معاها في البيت ده مش جوزها وانه توأم ديريك. وميلاني وريموند هيبلغوا الشرطه عن اختفاء إلسا، بس المحقق اللي بيحقق معاهم بيبلغهم انها لازم يعدي على اختفائها اكتر من 24 ساعه علشان تعتبر مفقوده. والمحقق مش بيدي اهتمام بالبلاغ اللي قدموه. وأليكس لما هيروح لديريك وإلسا بيكون باين من كلامه هو قد ايه حاقد على اخوه ديريك بسبب ان حياه اخوه كانت افضل من حياته بعد ما عيله اتبنته وغيرت من شأنه، انما هو فضل في الملجأ. ولما أليكس بيروح البيت بيقابل ميلاني بس بيلاحظ أليكس انها مش طبيعيه من ناحيته وبيقرر انه يقتلها بس مش بيقدر لان أليكس بيكون واقع في حب ميلاني فعلا وبيحاول انه يحسن علاقته بيها. بس ميلاني بتشوف في جسم أليكس وشم غريب. بس أليكس بيجيله تليفون وبنكتشف ان ريموند كان متعاون مع أليكس من الاول وبيفهمه ريموند ان ميلاني بتماطل في امضاء العقود وانها بكده ممكن تكشف عمليه تحويل الفلوس. وبيعرفوا ان ميلاني عرفت الحقيقه وعرفت كل حاجه عنه. وبتقدر ميلاني في الوقت ده انها تزرع في عربيه أليكس جهاز تتبع. وتاني يوم وهي خارجه علشان تراقب أليكس بتتفاجئ ميلاني بريموند قدام البيت وبتعرفوا ميلاني انها عرفت مكان إلسا. وتفهموا ميلاني انها اكتشفت ان أليكس عنده وشم على كتفه وان الوشم ده خاص بالسجون. ولما بيوصلوا للمكان ريموند بينزل الاول عشان يحذر أليكس وميلاني هتتصل بالمحقق علشان تعرفوا المعلومات اللي عرفتها عن أليكس. ولما بتنزل بتدخل البيت وبتلاقي أليكس هو اللي فتح لها الباب وريموند بيكون واقف ورا الباب ومستعد انه يقتل ميلاني، بس بسبب ان أليكس اتعلق بميلاني ما قدرش انه يسيب ريموند يقتلها فقتله. بس ميلاني بتاخد الخنجر اللي كان مع ريموند من غير ما أليكس ياخد باله. وبعدها أليكس بياخد ميلاني للأوضة المحجوز فيها ديريك وإلسا صاحبتها. ولما ديريك هيشوف مراته هيحس ان اخوه ممكن يقتلهم بعد ما كشف، فديريك بيتوسل اليه انه يسيبهم وبيعرض عليه فلوس كتير. بس أليكس بيعرفه ان الفلوس ما بقتش اهتمامه دلوقتي وان المهم عنده ان ميلاني تحبه هو. وساعتها ميلاني هتحاول انها تستغل ضعفه من ناحيتها وهتحاول انها تخدعه وفعلا بتقدر انها تطعنه بالسكينه اللي معاها. وفي الوقت ده بيوصل محقق الشرطه وبيقبض على أليكس وبينتهي الفيلم على كده بعد ما نعرف ان ميلاني بيتبلغ جوزها انها حامل في توأم وجوزها بيحتفل بالخبر اللي عرفه مع اصحابها. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناه وتقول لنا رايك في تعليق. سلام.